صباح الخير أو مساء الخير على حسب الوقت اللي بتسمعونا فيه. أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست مراية. معاكم النهاردة كوتش أحمد وكوتش إيمان، ويلا بينا نبدأ على طول. أوقات كتير بيجي علينا وقت بنحس فيه إننا عايزين نهرب من الحاجات المطلوبة مننا ومش بنبقى عايزين نعملها، وفي نفس الوقت مطلوب مننا إن احنا نأديها صح. موضوع حلقتنا النهاردة بيناقش لو في تاسك مطلوبة منك وانت مش قادر او مش حابب تعملها، ممكن تعمل ايه؟ خليني في البداية ارحب بلايف كوتش احمد. ازيك يا كوتش؟ موضوع حلقتنا النهاردة عايزين نناقشه بكل تفاصيله. جاهز نبدأ؟ ازيك يا كوتش؟ برحب بكل مستمعينا على بودكاست مراية. انا جاهز جدا للحلقة لاننا محتاجين فعلا نتناقش بشكل مفصل عن الموضوع ده. اوقات كتير ممكن نحس ان اي حاجة مطلوبة مننا، سواء مثلا تاسك في الشغل او مذاكرة مادة معينة او اي حاجة عموما مطلوبة، بتكون تقيلة وصعبة ومش حابين نعملها خالص. فممكن نتكلم بشكل اوضح ايه اللي ممكن يوصل حد انه مش قادر يعمل تاسك محددة ويتهرب منها. فعلا يا كوتش، الموضوع ده ناس كتير جدا ممكن تكون بتحس بيه وبيأثر عليهم بشكل واضح في حياتهم. في البداية لازم نفهم ان في اسباب كتير ممكن توصلنا للمرحلة دي. اول حاجة هبدأ بيها وهو الخوف. الخوف ممكن يوصل الانسان انه يهرب ويبعد عن الحاجات المطلوبة منه، لانه دايما حاسس انه مش هيقدر ينجزها، لان دايما خايف من الفشل. وهنا لازم نفكر نفسنا اننا طبيعي اننا نغلط، لان الاخطاء دي بنتعلم منها حاجات كتير جدا، واحنا بشر وطبيعي نغلط لان مفيش حد كامل. وحاول تدي لنفسك الثقة في التعامل والتجارب، لانك لما هتعمل كده هتحس بتغيير ايجابي للافضل. وكمان خليني اضيف معاك ان احيانا بتقابلنا تاسكات صعبة فعلا، ومش ببالغ يا احمد لما بقول انها صعبة، لانها ممكن تصادف في شغلك ان مديرك يكلفك بتاسك تكون كبيرة وفيها صعوبة، او مثلا طالب عنده التست في جزء معين والجزء ده كبير وفي صعوبة عليه، فبيضطر صاحب المهمة انه يأجلها او يكون بطيء فيها وممكن ينسحب لو امكن. هنا ما ينفعش استسلم للاحساس ده، لان ببساطة انا شخص مسؤول عن مستقبلي، فلازم اذاكر واتعلم واخطأ واتعلم لحد ما استوعب الجزء اللي عامل لي مشكلة. مسؤول عن الكارير بتاعي ومكانتي في شغلي، فلازم اثبت نفسي وأأدي التاسك دي بطريقة تريحني. يعني مثلا اجزأ التاسك لتاسكات صغيرة، وممكن ابدأ بالجزء الصعب شوية واخلصه، وهنا اول ما تنتهي منه هتحس ان عندك حافز تنجز الباقي كله وحماس انك تثبت نفسك. وطبعا يا كوتش، الكلام الايجابي مع النفس بيفرق جدا. يعني مثلا طول ما انت بتتكلم مع نفسك بطريقة سلبية وانك مش هتقدر تعمل الشغل ده وانك خايف من النتيجة، الكلام ده هيخليك واقف مكانك وهتتأخر في حاجات كتير جدا. فكر نفسك انك تقدر تنجز لو صبرت او ركزت كويس فيها، وان اكيد مر عليك مواقف او تاسكات صعبة في حياتك وقدرت تعديها وتنجزها. والتاسك اللي مطلوبة منك اكيد لو انجزتها هيكون ليها دور مهم وايجابي في حياتك. الكلام الايجابي يا احمد بيكون بداية لحاجات كتير في حياتنا، وانك كمان تبدأ منظم، بمعنى ان التاسك اللي معاك تكون محدد ليها خطة، محدد ليها ميعاد انك تنجزها. اشتغل على الخطة دي كويس جدا، وحدد هدفك ايه وايه اللي المفروض تعمله علشان توصل لهدفك ده. اختار الوقت اللي بتحبه والمناسب بالنسبة ليك، وابدأ على طول لو حسيت انك بدأت ترجع وتبعد عن المطلوب منك. افتكر هدفك دايما، وخلي بالك عادي جدا انك تاخد بريك وانت شغال. قسم الموضوع على اوقات، وما تنساش اول ما تنجز التاسك تكافئ نفسك لانها تستحق. وطبعا يا كوتش، الدعم النفسي ليه تأثير كبير جدا في حياتنا. فلو حسيت انك مضغوط ومش قادر تكمل، اتكلم مع صديق ليك بتثق فيه او اي حد من افراد عيلتك او لايف كوتش. الموضوع ده هيساعدك جدا لانك هتشاركهم مشاعرك وافكارك، وده هيديك حافز انك تكمل. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. كان معاكم كوتش أحمد وكوتش إيمان، في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم دايما من خلال صفحتنا بي هابي على الفيسبوك وقناة مراية على اليوتيوب.
وطبعا بودكاست مراية على سبوتيفاي. هتكون اللينكات موجودة في التعليقات. بشكركم جدا على المتابعة، وانتظرونا في حلقة جديدة من بودكاست مراية.